ما يلا يا إيلان بقى، أنا مستنيكي من بدري. حاضر يا جيمي. هو احنا كنا متفقين النهارده إن أنا أحكي لك إيه بالظبط؟ أنتي كنتي وعدتيني تحكي لي غراب ابني آدم. أيوه أيوه صح. طيب يلا بينا. الأول يا إيلان، هو إيه غراب ابني آدم ده؟ بص يا جمال، الغراب هو أحد مخلوقات الله العديدة، بس الناس بينظروا للغراب نظرة تشاؤم ومش بيحبوه. يا سلام، مش بيحبوه ليه؟ يمكن عشان منظره، لكن الغراب يا جمال من أذكى الطيور اللي ربنا خلقها. والنهارده هحكي لك قصته مع ابني آدم اللي انت سألت عليهم، اللي هم قابيل وهابيل. زمان يا جمال، أول ما ربنا خلق كوكب الأرض ما كانش فيه عليه ناس خالص، فخلق ربنا سيدنا آدم وستنا حواء عشان يسكنوا الأرض ويعمروها. ايه ده؟ يعني ايه يعمروها يعني يجيبوا فيها عيال ويملوها حياة. وفي كل مرة كانت السيدة حواء بتحمل كانت بتولد في المرة الواحدة بنت وولد من نفس البطن. سبحان الله، كل مرة بتولد 2 ولد وبنت مع بعض. أيوة بالظبط يا جمال. وكان سيدنا آدم بيجوز كل ولد ببنت من بطن تانية، يعني ما كانش بيجوز 2 لبعض من بطن واحدة. فهمت يا جمال؟ فاهم. وبعدين هفهمك كمان أكتر. اتولد قابيل، وده كان الابن الكبير وكان معاه أخته من نفس البطن. ولد بعده هابيل وكان معاه أخته في نفس البطن. ومن وهم صغيرين كان معروف عن هابيل إن هو طيب وعنده حسن خلق، وكمان كان بيعامل أخوه قابيل معاملة حلوة جدا. أوبا، طب وقابيل تصدقي اسمه كده قابيل، أنا حاسس إنه شرير. أيوة فعلا يا جيمي، قابيل كان دايما يغير من أخوه هابيل، وكمان كان بيسيء ليه وبيعامله معاملة وحشة. ولما كبر قابيل وهابيل وبقوا شباب كده وحلوين، طلب منهم أبوهم إن كل واحد فيهم يتجوز أخت التاني. هو ده بقى قصدك، إن كل واحد مش بيتجوز اللي اتولدت معاه في نفس البطن. أيوة يا بطل. طيب وبعدين اتجوزوا؟ قابيل رفض جدا إنه يجوز أخته لهابيل، وكان عايز يتجوزها هو، فراحوا لأبوهم عشان يحل الخلاف بينهم. إيه ده؟ قابيل ده رخم قوي. المهم إن هما لما راحوا لنبي الله آدم طلب منهم كل واحد فيهم يقدم قربان لله عز وجل. إيه ده؟ يعني إيه قربان؟ بص يا جمال، القربان ده هو كل حاجة بيقوم بيها أي حد مننا عشان يتقرب بيها لله عز وجل، سواء مثلا كان بيقدم صدقة أو يذبح حاجة لله سبحانه وتعالى، ده هو القربان. طيب وبعدين عملوا إيه في القربان اللي بتقولي عليه ده؟ كل واحد فيهم قعد يدور على قربان يقدمه لربنا، فراح هابيل يدور بين الأغنام بتاعته عشان يشوف أكبر وأحلى واحد يقدمه لربنا. طب وقابيل بقى؟ قابيل بقى يا جمال استخسر الحاجات اللي عنده وقعد يدور في أي حاجة عنده قربت تبوظ عشان يقدمها لربنا، وفعلا قرر إن هو يقدم شوية حبوب قمح كانت قربت تبوظ. إيه ده بخيل جدا. عندك حق. المهم إن كل واحد فيهم قدم القربان بتاعه لله سبحانه وتعالى، وفضلوا مستنيين عشان يشوفوا ربنا هيقبل قربان مين فيهم. أنا متحمس جدا. إيه اللي حصل؟ نزلت نار عظيمة جدا من السماء يا جمال، وكلت القربان بتاع هابيل وسابت القربان بتاع قابيل. أحسن، ما هو أصلا مقدم حاجة وحشة. تخيل بقى يا جمال إنه لما ده حصل قابيل غضب غضب شديد جدا وقال لأخوه إزاي ربنا يقبل منك وما يقبلش مني، أنا هقتلك. رد عليه هابيل وقال له إنما يتقبل الله من المتقين. وهنا بقى يا جمال وقع قابيل في مشكلة كبيرة، بدل ما يسأل نفسه هو ليه ربنا ما قبلش القربان بتاعه ويصلح من نفسه، قلبه اشتعل وبقى غيران أكتر من أخوه وقرر يقتله بدل
ما يحاول يقدم قربان أحسن لربنا سبحانه وتعالى. يا عيني. طب وأخوه عمل إيه؟ هابيل يا جمال كان طيب جدا وكان عنده خلق رفيع، مرضيش يرد الإساءة لأخوه زي ما هو أساء له، لكن قال له لو أنت مديت إيدك عشان تقتلني أنا مش ممكن أمد إيدي عشان أقتلك، لأن أنا بخاف من ربنا. ياه، طيب قوي هابيل ده. لكن عشان نفس أبيل كانت خبيثة قعدت تهيأ له ووسوست له إنه فعلا يقتل أخوه فقتله. وكانت دي يا جمال أول جريمة قتل بترتكب على سطح الأرض. بس بعد ما قتله حصل حاجة غريبة، ندم قابيل جدا جدا إنه قتل أخوه وبقى مش عارف يتصرف إزاي. قعد يمشي على الأرض ويقول أعمل إيه؟ إزاي أخبي جثة أخويا؟ يعني قتله وهيدفنه من غير ما يقول لحد كمان؟ ده شرير قوي. وسبحان الله يا جمال في الوقت ده أمر الله عز وجل الغراب إن هو ياخد غراب تاني ميت ويدفنه في الرمل قدام قابيل. ليه يعني؟ عشان يعلم قابيل إزاي يدفن جثة أخوه. ولما قابيل شاف الغراب وهو بيدفن الغراب الميت زعل جدا وندم أشد الندم، وقعد يقول يعني أنا ما عرفتش إن أعمل مع أخويا زي ما عمل الغراب ده، وبقى متضايق جدا ودفن أخوه زي ما عمل الغراب بالظبط. وكانت هي دي القصة بتاعت النهاردة يا جمال، وكان هو ده الدرس اللي ربنا حب يعلمه للإنسان، إن لما حد يموت بنعمل فيه إيه أو بندفنه بأي طريقة.